ما للفجور وللإلياس من عجب كأنه ظن أن الفضل في اللاعب قد كان يقرأ قول الله مجتهدا فاستبدل الآية بالأصوات والطرب وعنده شوبه من قوله حكيت ولو سمعت لطار القلب من عجب. ما للفجور وللإلياس من عجب كأنه ظن أن الفضل في اللاعب قد كان يقرأ قول الله مجتهدا فاستبدل الآية بالأصوات والطرب وعنده شوبه من قوله حكيت ولو سمعت لطار القلب من عجب وتشتكي البيض ومن خبثه زامنا بل إنها تطلب الإسعاف من عطب. أين الدعاة ذو علم ومعرفة من يكتم الحق لم ينجح ولم يوصب. أين الذي يأمر المعروف مقتاديا هدي النبي بلا خوف ولا تعب قد أفسد البلد المعروف رفعاته قد كان مسكان أهل العلم والآدب والطالبين تراهم يرحلون له فأين مأوى أولي الأمال والطالب. إني تذكرت أجدادا لنا سابقوا ولا أرى شابه الآباء في العاقب. إن كان آباؤنا قد أصلحوا وطنا ونحن نفسده باللهو واللاعب. إن البلاد إذا ما العلم فراقها تتابع الفسق بالأقدام والكعب. إن كنت منتفعا بالنصح تقبله فقد نصحنا وإن تقبله قد تثب. فتب إلى الله واطلب عفوه أبدا والفسق فاهجره والأثام فاجتنب. ولابن أحمد في هذا محاضرة فيها من الوعظ ما يكفيك من ريب. قد بين الحكم في هذا ووضحه فالله يجزيه بالخيرات والرتب.